اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طريقة عمل الكانون بطريقة سهلة خالص وبسيطة ومفهوش أفكار كتير. هو مجرد بس طوب زي ما انتوا شايفين بالطول أو بالعرض زي ما انت حابة طبعا. آم، وبتحطي طينة الأول، بعد كده بتحطي الطوب بالعرض أو بالطول، مش ما بيختلفش كتير. كنت ساعتها أنا وأمي بقول لها، يعني أنا وأمي وأختي بنقول لها يا امي اعمليه يعني بالطول، هي بتقول لا بالعرض احسن. فعملت جنب كده وجنب كده عشان ما حدش فينا يزعل. زي ما انتوا شايفين كده. وبتحط طبعا طينه، وبعد كده الطوب، طينه وطوب لحد مثلا زي ما انت حباه يكون عالي او واطي، بس يفضل يكون عالي عشان ياخد مثلا منك حطب كتير، جش كتير كده يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصراحة الكانون ده فعلا بيطلع احلى اكل. والناس يعني الفلاحين زمان يعني كانوا مش معظم، كل الأكل بتاعهم كان على الكانون. بس دلوقتي طبعا طبعا الغاز الطبيعي وكده. في ناس يعني مش كتير اللي هي بتعمل الكانون أو بتعمل عليه الأكل وكده. فأمي قالت ايه، نعملوه نجربه مثلا لو عوزنا حاجة. أنا وأخواتي البنات هنا حابين نقعدوا مثلا عند الفرن ونخبزه أو نطيبه أكل وكده، يكون فرحنا يعني الكانون. زي ما انتوا شايفين كده. هي طبعا حطت طوب طينة طوب طينة لغاية ما العلو اللي هي عايزاه طبعا. بعد كده عندها حتتين حديد هتحطهم بالعرض، بحيث مثلا لما تحط حلة، تحط طاسة، الطاسة ما تنزلش من الحتتين الحديد دول. يعني الحتتين الحديد دولت يكونوا حاكمين الحل أو الطاسة، لو حطيتها على النار تكون المسافة بتاعتهم صغيرة يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده حطت الطوب طبعا، نطينا وخلصت اديله حتتين الحديد، اي حتتين حديد. ولازم طبعا يكون حديد عشان يستحمل النار. زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما تخلصوا بنا يعني وكده هتليسوا عشان ما يتهدش ولا يوجع منه طوب تاني ولا كده. كنا ساعتها برضو بنحيروها انا واختي. حط الحديدة كده وتقول لنا لا كده، لحد يعني ما ظبطناها. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى، يعني ثابت اهو الحديد عشان لو حطت حلة طاسة ما توجعش يعني. هي طبعا بقى هتليسه كلته من بره ومن جوه عشان ايه، يمسك في بعضه كده وما فيش حاجة تتجلع منه. امي بصراحة ربنا يديها الصحة والعافية، انا متجوزة في روح امي كده وبتشيل عنا حاجات كتير والله، ولومة هي عليا بصراحة. ربنا يديمها يا رب في حياتنا نعمة، ويديها الصحة ويسترها معاها دنيا واخرة، ويبارك لنا في عمرها يا رب. اهو كده زي ما انتوا شايفين خلصت الكانون. طريقته سهلة وبسيطة يعني مفهوش افكار كتير. بس المشكلة الوحيدة اللي في الكانون المواعين بتاعته بتبقى متبهدلة على الآخر. يعني تكوني مستغنية عن ايديكي. اهو زي ما انتوا شايفين كده شكله النهائي اهو. مستغنية عن ايديكي ازاي يعني؟ عايز دعيك المواعين كويس جدا.